المنتخب الوطني المغربي. وهنا تأتي الصافرة المعلنة على انطلاقة هذه المباراة لأول مباراة من خلال الطريق المؤدي نحو المونديال في الوقت للمنتخب التنزاني. هذه ثاني مباراة كياخذها مواكيندا والكرة كتنفذ. تحضير من جديد من الجهه اليمنى، عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تعطير الكره لمسه اليد ديال المدافع وضربه جزاء. غنشوفوا هنا القرار ضربه جزاء. نعم ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي، لمسه يد داخل منطقه الجزاء. سيناريو مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي في 2 دقائق الاولى على انطلاقه هذه المقابله. اذا عمليه هجوميه منسقه بهذا الشكل. كنشوفوا امين عدلي يعني من خلال عمليه هجوميه خاصه تمريره ديال اللاعب حكيمي، جاءت الكره بهذا الشكل امين. ونشوفوا هنا اللمسه، سقوط على ارضيه الملعب. بالتالي الحكم ما ترددش في الاعلان على ضربه جزاء، المعطى الاول والهام في هذه المقابله، وبالتالي بدايه مهمه وجيده مع انطلاقه تفاصيل هذه المقابله. المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب التنزاني. غادي نشوفوا هنا التحضير على الصورة، يظهر الحارس كويسي كاواوا التنزاني 21 سنة. إذا الاستعداد لتنفيذ أول ضربة جزاء في المشوار المؤدي للمونديال. ونيطة المهمة لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي ضاع الكرة ديالو، رجع للخلف، كيتقدم أشرف حكيمي ويضيع كرة مشات مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. على أي هي مع الانطلاقة ديال تفاصيل هذه المقابلة كانت فرصة للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا حكيمي مشى الكرة ديالو، صوبها بقوة، اعتلت العارضة الأفقية يعني بسنتيمترات قليلة، وبالتالي البحث عن الانسيلة تمريرة داخل منطقة الجزاء. فرصة نصيري ارتقى الكرة ديالو، مشى الكرة ديالو، قام بشي مطلوب. قليل من الحظ كان بإمكانه أنه يأطر الكرة صوب المرمى. قليل من الحظ كان بإمكانه أنه يوضع الكرة كأول هدف في الطريق المؤدية للمونديال. لاحظوا الإمكانية بهذا الشكل، التموضع ديالو في المكان المناسب، التقدير ديالو الكرة ما كانش جيد. كرة كتعتلي العارضة الأفق، رجع الكرة ديالو خلف مرابط بلال، والاستعانة بنايف كارد. الانطلاقة من زياش تصويبة، هدف أول للمنتخب الوطني المغربي. هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقة ممتازة، أحسن بداية في مشوار مؤهل كأس العالم. تصويبة لا توصد ولا ترد بهذا الشكل بهذه الطريقة. تهزيم الحارس كويسي كواوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيرة وبثقة في النفس، صوب الصويبة مباشرة صوب المرمى. غلطت الحارس لقوتها، غلطت الحارس لبراعتها من حكيم، من زياش الذي يصوب، اللي قام بتمريرات أكثر عن مستوى منطقة السيري، خلات الحارس أنه ما يكملش المتابعة ديال الكرة، وبالتالي لاحظوا مشى الحارس وكتجي الإمكانية ديال إتمام الكرة بهذا الشكل بهذا الأسلوب. نصيري رفع الكرة بهذه الطريقة، وهنا هدف بدون نقاش. فرصة ممتازة للمنتخب الوطني المغربي من الجهة اليمنى. حكيم زياش يرفع دي كرة داخل منطقة الجزاء، والحارس في المكان المناسب راسية من جديد. فرصة الانزال من جانب الدفاع عن طريق باكاري نونو. رجع كرة مباشرة مرابط. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم على نهاية تفاصيل الجولة الأولى بالنتيجة المعروفة. هدف المنتخب الوطني المغربي لهيمن. طول العرض على تفاصيل الجولة الأولى. إذا الانطلاقة تأتي لتكون بأقدام منتخب تنزانيا. تعطى صافرة انطلاقة الشوط الثاني في هذه اللحظات. كرات البعيدة عن المرمى، أشرف حكيمي سعيد صويبة. يذكرنا بالكأس الأمم الإفريقية المشاركة ديالو اللي كانت جيدة خاصة على مستوى التصويب من الكرات الثابتة. أشرف حكيمي كرة ديالو تلعبت مباشرة إلى خارج من الجهة اليمنى. المراوغة، البحث عن تمريرة، خنوس يرجعها لزياش. تمرير ممتازة في اتجاه بلال خلوس، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، وهدف للمنتخب الوطني المغربي. هدف للمنتخب الوطني المغربي، التموضع جيد على مستوى رقعة الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحة نصيري في المكان المناسب لإتمام الكرة الماضية. كرة جانبية داخل منطقة الجزاء،
اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكره غربيه دفاعيا لم تكن بالمره جيده من المنتخب التنزاني، ولكن كانت موضوع مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي اللي جاء من خلال التمريره الاولى ديال حكيم زياش ثم التمريره التاليه ديال اللاعب بلال خنوس. ولاحظوا مكان تواجد ديال اللاعب اللي هو نصيري في المكان المناسب اللي كمل الكره بهذا الشكل صوب المرمى. اذا جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء. المنتخب الوطني المغربي يتقدم هنا بدار السلامه امام المنبحث عن زياش كيمار، زياش كيقوم مراوغه تمريره داخل منطقه الجزاء كترجع عن زياش، فرصه ديال الهدف الثالث، صويبه لا تنسى المستمره ديال العمليه الرأسية وكره الهدف. فرصه المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من وضع الكره في الهدف الثالث. ونشوفوا القرار ديال الحكم على ان الكره الاماميه للمنتخب الوطني المغربي كان بامكانها ان تكون اصابه امام الاختلاط الذي كان من جانب الطرفين داخل منطقه الجزاء. ونشوفوا هنا اللقطه رفع عليه الكره ثم بعد ذلك الانقاذ، لعبات بسرعه، لعبات الكره الماضيه بسرعه. لاحظوا هنا جاءت عند حكيم زياش اللي قام التمرير، بعد ذلك استمرت عدلي البحث عن رأسية من خلال تألق ديال يوسف النصيري. ونشوف تحضير بهذا الشكل، فرصه ديال المرور، مرابط كيحاول يمر. لاحظوا اللاعبين ديال منتخب تنزانيا تدخلات قويه. لاحظنا اللاعب نوفاتوس ميروتشي كيفاش عنده مشى سفيان مرابط. يعني المنتخب التنزاني بلا شيء، الشيء اللي كيخلي مجموعه من اللاعبين متوترين على مستوى الاعصاب.